كان سبونج بوب على وشك يسحب المجرفة الذهبية، لكن فجأة ظهرت مارغريت ستار والدة باتريك ستار وقدرت تسحبها بسهولة. باتريك صور اللحظة وبعدها سلمت مارغريت الملعقة السحرية لسبونج بوب عشان يتصور بيها. في نفس الوقت ظهر الملك نبتون وأعلن إنه هيختار الطاهي الملكي الجديد، ولما عرف إن مارغريت هي صاحبة الإنجاز عينها فوراً طاهية خاصة ليه واصطحبها إلى قصر البحر. بعد وصولها للقصر بدأت مارغريت في الطبخ، لكن بعد ما تذوق الملك الشوربة فقد شهيته، وبعد فترة تعب وما بقاش قادر يقوم بمهامه. فتطوعت مارغريت للمساعدة، فسلمها الرمح السحري وطلب منها ما تنظفوش. وفجأة بدأ الرمح يطلق نوراً أخضر، فخرجت به مارغريت واستخدمت قوته في مساعدة الصيادين وإبعاد مرساة مكسورة نزلت من السماء. ومع الوقت اعتبرها الصيادون الحامية الجديدة للبحر. الملك نبتون انزعج من الأمر فاقترح منافسة بينه وبين مارغريت. رفع الملك رمحه لكنه كان قديماً ولم يعد في أفضل حالاته. وفي أثناء ذلك خرج مخلوق بحري ضخم من القفص، وفجأة ظهر باتريك ستار من بوابة زمنية وأخذ مارغريت واختفى معها تاركاً الملك نبتون في المكان. بعدها ارتطم الرمح السحري بالملك نبتون بالخطأ، فتمكن المخلوق البحري من احتجازه. وفي اللحظة المناسبة عادت مارغريت وسلمته الرمح، لكن الرمح ذاب فوراً بسبب تنظيفه. وبعد أن فقد وسيلته السحرية اختفى الملك نبتون داخل فم المخلوق البحري. وفي النهاية بعدما عاد سبونج بوب إلى الخط الزمني الصحيح رجع تاريخ بيكيني بوتوم إلى طبيعته بالكامل.